واش عارفين شكون أخطر منتخب ممكن يواجهه المغرب في ثمن نهائي مونديال 2026؟ الجواب غادي يصدمكم. قبل ما نبداو ديروا لايك واشتركوا في القناة باش نزيدوا نقدموا المزيد إن شاء الله. دابا حسب السيناريوهات المتوقعة للمونديال بالنسخة ديالو الجديدة، المغرب مرشح بقوة يتأهل للدور الثاني بنسبة كبيرة مع البرازيل. لكن المشكل الحقيقي كيبدا من ثمن النهائي. علاش؟ لأن النظام الجديد ديال كأس العالم ممكن يخلي المغرب يواجه واحد من أقوى المنتخبات العالمية مباشرة فاش يصعد من دور المجموعات. وكاين 3 منتخبات مرشحين يكونوا الكابوس الحقيقي لأسود الأطلس. أول منتخب هو هولندا. بصراحة طواحين من أخطر المنتخبات اللي ممكن تواجه المغرب. منتخب سريع، منظم وعنده لاعبين مرعبين في المرتدات. ولكن هولندا ديال هذا العام مرشحة باش توصل لأدوار متقدمة. حتى بعض جماهير الكرة في موقع ريديت اعتبروا أن مواجهة المغرب وهولندا غادي تكون من أصعب مباريات الدور الثاني. ثاني منتخب مرعب هو اليابان. بزاف ديال الناس كيستهنوا بهم، ولكن الحقيقة أن اليابان ولات عندها شخصية أوروبية، ضغط عالي، سرعة، انضباط تكتيكي ولياقة بدنية عالية، وهذا النوع ديال المنتخبات كيخلق مشاكل كبيرة للمغرب. أما أخطر سيناريو ممكن فهو مواجهة فرنسا في الأدوار الإقصائية المبكرة، المنتخب اللي قصانا من نصف نهائي النسخة الماضية. لكن خلينا نكونوا متفائلين، ما بقيناش كنخافوا من الأسماء الكبيرة بحال قبل. يعني أي منتخب غادي يواجه المغرب راه حتى هو غادي يدير بحسابه. مع البرازيل يعني المشكل اللي وقع دابا، نقول لكم الصراحه كل واحد باغي يربح المغرب. هادشي اللي شويه غادي يكون صعيب، باسكو قبل ما تنتسناوش المغرب في هذا المستوى، ودابا في المغرب مشى بعيد في الكره ديالو واللاعبين ديالو في المستوى. ودابا المغرب تنتسناو اي فرقه في العالم، ما المانيا ولا برازيل ولا الارجنتين بغاو تربح المغرب. لكن السؤال لكم دابا، شكون المنتخب اللي كتوقعوا يواجه المغرب في ثمن النهائي؟ هولندا، فرنسا، اليابان ولا شي منتخب اخر؟ كتبوه لينا في التعليقات. اذا كما شفتوا معنا خوتي، المنتخب المغربي ولا منتخب يضرب به المثل. الكل كيهضر على المنتخب المغربي، وعلاش لا؟ حيت الكابيتان ديال الفريق اشرف حكيمي هو بطل الشامبيونز ليغ. السيباري احسن لاعب في هولندا. بوعدي حتى هو يعني لاعب ممتاز جدا. ابراهيم دياز غني عن التعريف، واللائحه طويله. بونو يعني احسن حارس افريقيا بدون منازع. يعني كون كان باقي يلعب مثلا في اشبيليه ولا شي فريق كبير اوروبي كان ينافس على احسن حارس في العالم. مع العموم المنتخب المغربي ولا منتخب كبير ولا كيضرب به المثل. اي منتخب باغي يربحوا. الارجنتين باغا تربح المغرب، البرازيل باغا تربح المغرب، اليابان باغا تربح المغرب، هولندا، المانيا، انجلترا، اي فرقه باغا تربح المغرب، اي مدرب باغي يربح المغرب، حيت المغرب فيه نجوم كبار ولاعبه قويين. وهذا ما كان، ونتلاقاو في فيديو جاي.